هي طالعه كارهه كل الناس، غير ان هي ما كانتش اصلا بتحب سيد، هي كانت نفسها تتجوز جعفر. معقول ست المفروض انها محترمه وبنت ناس تقول الكلام ده؟ فانا بتكلم على شخصيه وداد، لانه انا في الحقيقه ما اتمناش ابدا ان انا اكون زوجه رابعه. يا سلام يا رحمة. والفكره ان هي كانت بتحب جعفر، وكانت شايفه ان هي هترتقي بان هي تتجوز جعفر وتكون زوجة من زوجاته الأربعة. فلما لقيت سيد قالت خلاص بقى، يعني ما دام هي بايظة فهنبوظ الدنيا. هي بنت عوق اساسا، منتظر انت منها ايه؟ انتوا كسرتوا الحاجز ما بينكم ازاي يعني عشان تبقى في هذا التفاهم او الكيمياء على الشاشه؟ أنا مش عارفة أقول لك، يعني أنا مش عارفة، يعني أنا مش فاكرة حتى أول يوم صورنا فيه مع بعض حصل إيه يعني. احنا من اول مشهد والدنيا كانت متظبطه. يعني انا كنت اول ما قابلته وقعدنا اتكلمنا، فكنت بقول له انا خايفه، انا قلقانه، وبرده مش عارفه ازاي هعمل الموضوع ده كده قدام حضرتك وبتاع. رجاء عدم الازعاج. فكان يقول لي انا مش عايزك تخافي، مش عايزك تقلقي، انا عايزك تذاكري، عايزك تقعدي تاخدي المسلسل وتقعدي تقريه من الجلده للجلده، وعايزك تفهمي شخصيات كل الناس اللي حواليكي. بقول لك ايه، انا شغاله وانا عيانه، ما تقرفنيش، اخلص واكلمك. فاداني ثقه حلوه كده في نفسي وتقريبا كسرنا الحاجز في ساعتها. يمكن اول مشهد كان يجمع ما بيني وما بين سيد هو المشهد بتاع القلم والعياط. على فكرة هو يبان طيب وعبيط، بس ده كوهين. والقلم ده بجد ولا؟ لا طبعا بجد كده؟ لا 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 بجد مين لا طبعا، لا كان تمثيل. كده وكده. طب وانا قريت ان الخبطه اللي بالكعب دي كانت دي بقى اللي كانت حقيقيه. دي الخبطه دي كانت حقيقيه، لانه السليبر الشبشب ده كان بلاستيك، فكان قاسي شويه، فكنت كل شويه اخبط راسي. فانا طبعا من كتر الحماس فبعيط بجد وبضرب نفسي بجد. فاللي هو انا عايزه احس بالمشهد وعايزه احس بالوجع، جت كده بقى. انجز شطورك يا شيخه. انت عروسه جديده بس وخدوكي من الدار للنار، ما كملتيش شهر العسل بتاعك علشان تبداي تصوير في جعفر العمدة. نوسي ايه وزفت ايه؟ انت خليت فيها نوسي. خد ابلع الحبايه دي. بس دي سبع حبة ياخدها النهارده، انا خايف لا يكون خطر. فبعد اذنك يا زوجي العزيز ارجوك نزلني اجازه بس كام يوم عشان ابقى عارف. هو ما اعترضش بصراحه وبشكره من كل قلبي. يا فاشل، يا قمه الفشل. ان هو اداني فرصه ان انا ابقى في وسط زمايلي واجي اقابل الناس واحس بنجاحي. وعلى فكره بقى في خير جاي، لانه هو عارف قد ايه تعبت، لانه هو كان عايش معايا من شهر 10 اللي كان بيحصل في المسلسل. كناش بننام وكنت على طول تعبانه وعلى طول عندي دور برد وسخونيه ما بيخلص، لانه احنا كنا بنصور في الشتاء. ايوه. فلك ان تتخيل الجو كان عامل ازاي الفتره اللي فاتت في مصر. طب وانا مال؟ وبعدين مدينه الانتاج كمان. لا 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 دي مدينه الانتاج. انا عايزه اقول لك ان احنا كلنا كنا ماشيين بالبطاطين. بنت فيك جدا ودمها تقيل، بس مص قوي. بصراحه اقول لك على حاجه، عمري في حياتي ما كنت هحس بنجاحي ده غير في وسط زمايلي. يلا يا علي بيه تعالى. شكلنا هننبسط قوي. في الشارع المصري او الجمهور المصري هو اللي بيصنع نجم، وهو اللي حسسني بالسعاده الرهيبه دي، اللي هو ايه ده بجد. الناس كلها بتجري ورايا في الشارع، الناس كلها حباني، الحاجات دي كلها بسطتني جدا. الحمد لله على قد تعبي ربنا اداني. يا بوي يا مغالي، حبيبة قلبي يا مغالي، بموت انا عامل قلبي مفتوح. فكان بيقول لي جوري هي وداد دي او الشخصيات اللي موجوده في المسلسل، هل دي بجد شخصيات موجوده في الحقيقه؟ قلت له ما انا مش هقدر اقول لك ان انت عشان ما عشتش في مصر فانت ما شفتش. همك ايه بس يا عم؟ ده الموضوع قلب غم. ان في حاجات اكتر من كده بتحصل. قال لي انا مش مصدق، عشان الكبير لو احترم سنه الصغير مش هيقل منه. بس هو كانت عاجباه فكره المسلسل. يعني حتى كان بيقول لي يعني اللي مؤلف المسلسل الاستاذ محمد سامي كان ازاي شاطر كده، ازاي في الحبكات اللي بتيجي ما بين كل مشهد ومشهد وبتفصل الحلقه بتخليك مستني لتاني يوم. جهاز هنا قاري عندي ان انت عندك تطبيل لا ارادي. يا حبيبي يا ابراهيم. لو ما اشتغلتش على نفسك
خلال ال6 شهور اللي جايين هنضطر نسفرك ألمانيا.